مشاهدينا الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من لقاء خاص. ضيفنا لهذه الحلقة هو فخامة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح. مرحبا بك يا فخامة الأخ الرئيس. مرحبا. فخامة الرئيس، نبدأ من آخر التطورات في الساحة اليمنية. الشعب والملايين في كل المحافظات خرجوا يطالبون بماذا؟ يعني عندهم مطلوب رحيل السلطة وتسليم السلطة على التو. ما عندنا مشكلة حول رحيل السلطة. طيب، ما دام هذا مطلبهم، لماذا لا تحققوا لهم هذا المطلب؟ أليس الشعب صاحب القرار وهو صاحب الأولوية أن تستجاب مطالبه؟ ما عندنا تمسك بها، لكن إلى من؟ إلى المجهول. أنت في أحد خطاباتك قلت إلى أيادي أمينة. كيف يعني معقول في هذا الشعب ما فيش أيادي أمينة؟ على الأقل البعض قال على الأقل اللي خرجوا عندك في ميدان ال70، يعني ما فيش ولا واحد منهم يعني اخترت يعني تسلمها السلطة، ما فيش ولا واحد أمين فيهم، سلمها إلى الشعب. أولا، هل أنت مؤمن بمطالب الشباب؟ نحن مع مطالب الشباب جملة وتفصيل، وهي حقوق مقبولة مطالب الشباب. طيب، ما دامت مقبولة، أنت تعرف ما هي هذه المطالب؟ الشباب عنده مطالب: التوظيف، العدالة، التغيير. حلو، خلينا على واحدة. العدالة، التغيير. طيب، ما دام أنت تقول أنها مشروعة وهم يريدون أيضا التغيير، لماذا لا تحقق لهم هذا المطلب؟ يريدون أن يغيروا، خلاص يعني بيقول يا فخامة الرئيس ارحل، نريد أن أغير. يعني ما المانع يعني وما هو العيب في مطالبهم؟ ما عندي أي مانع ولا تحفظ ولا تمسك. حلو، ما دام مش متمسك ولا عندك أي تحفظ ولا عندك أي مانع أو اعتراض، طيب سلمها. هذه فوضى وعن ودي البلد إلى المجهول. حيرتني يا فخامة الرئيس، والله ما فهمت ايش قصدك الآن. هل أنت مع التغيير؟ هل أنت مع زي ما بتقول يعني ما عندكش مانع مش أنت متمسك بالسلطة ما إلى آخر؟ هل يعني طيب ايش المانع؟ شوية وتقول لا فوضى، يعني ايش الذي في راسك؟ فهمنا. يعني تجربة كبيرة جدا جدا، أريد أن أنقلها سلميا إلى الشعب مش إلى الفوضى، أنقلها إلى الشعب صاحب المصلحة الحقيقية في الثورة والوحدة والشعب. والله ما عدتنا إلى نقطة الصفر يا فخامة الأخ الرئيس. يعني وثانيا البعض يتساءل، ما هي التجربة التي يريدها الرئيس أن ينقلها للأجيال القادمة؟ لا تنسى أن في رصيدك 6 حروب في صعدة، في رصيدك حرب الانفصال، في رصيدك أيضا أصبح المواطن اليمني لا قيمة له، أصبحنا يعني معروف عن المواطن اليمني أنه يسطر الإرهاب وأن اليمن مسطر الإرهاب. في رصيدك أيضا أن الطائرات الأمريكية دخلت وقصفت مواطنين في داخل أراضينا وانتهكت سيادة البلد. في رصيدك أصبحنا دولة فاشلة، في رصيدك أصبحنا من أفقر الدول يا فخامة الرئيس. طيب ما هي التجربة هذا اللي تقول أن تنقلها إلى الجيل القادم؟ هذا هو البعض يقول هذا هو رصيده. يعني لماذا أنت خائف ومتخوف من الطرف يلا الآخر؟ يوصل إلى كرسي السلطة ويتشبث بكرسي السلطة. فخامة الأخ الرئيس، أنت ما بتلاحظ، أنت بتقول الآن يتمسكوا بالسلطة سوف يتمسكوا، لا ما تلاحظ أن أنت أكثر واحد في تاريخ اليمن حكم 33 سنة؟ يعني كيف يعني ومتى يعني مسكوا سلطة لحتى يتشبثوا؟ هذا لا تقول أنهم سوف يتشبثوا. أنت أكثر واحد مسك السلطة 33 سنة. يعني الإمام والإمامة يعني الذي ما زلت تنتقدهم في كل خطاباتك، أكثر واحد كم حكم 14 سنة. يعني من الآن متشبث بالسلطة؟ يعني أنا أريد، لماذا لا تريد أن تسلمها لغيره؟ لا عنده مشروع تحرير فلسطين من الاحتلال، لا عنده النزعة القومية، لا عنده نزعية التحرر، نزعية التمسك بالسلطة. يعني أفهم منك يا فخامة الرئيس أن في السنة المتبقية لك هذا سوف تحرر فلسطين؟ يعني هل أفهم منك أيضا أنه لن تسلمها لأحد؟ مش لكم، هذا بعيد أبعد من عين الشمس. لا مش لي أنا، ما اشتيش أنا والله ولا اشتي أي حاجة. أنا أتمنى منك بس بعد المقابلة هذا ما أدري تسلم شيء تقولوني. أنا الذي أريد أنك تسلم على الشعب. يعني هذه الحشود والملايين والذي تخرج إلى الشوارع أليسوا من هذا الشعب؟ هم لا يشكلوا 2.5%
من 25 مليون. إذا كان هو معتصم ب4,000 أنا معتصم ب1,000,000. إذا كان هو يعمل مسيرة ب20,000 أنا أعمل مسيرة ب2-3 مليون. البعض يا فخامة الأخ الرئيس يقول تعمل ملايين ومليارات، بس مليارات فلوس. المظاهرات حكاك تخسر فيها المليارات والملايين، وكلها يتهموك أني من خزينة الدولة. المشكلة أني من خزينة الدولة، من البنك المركزي، ويعني وهؤلاء الملايين الذي وأيش يخرجوا نصف ساعة أو ساعة بالكثير، وكل واحد استلم الفلوس حقه ورجع البيت. يعني فيما الجهة الأخرى الذي من الشعب جالسين شهر وأكثر من شهر الآن يأكلونها، يعني كل واحد يأكل قوت من بيته، يعني يحضر قوت من بيته يأكلها ويمشي، وليسوا أقلية قبلية يعني منتفعين. فخامة الأخ الرئيس، يعني ألا تلاحظ أن الآن المشاهدين يتفرجوا علينا، يعني عندما تقول أقلية قبلية منتفعين، يعني لم يعد الذي في الساحة الآن قبائل، المهندسين والأطباء وكل شرائح المجتمع الآن في الميدان ليسوا وليسوا منتفعين. يعني المنتفع الآن، البعض يقول أن المنتفع الآن ممكن أنا أروح الذي عندهم بيعطوني فلوس، مش الذي أخسر الفلوس من جيبي. هؤلاء هم المنتفعين. يعني كيف نفهم هذا؟ هم أصلا كانوا من جزء لا جزء من حركة الإخوان المسلمين. يا فخامة الرئيس، والله ذكرني حسني مبارك والقذافي عندما كان يقول أخوان المسلمين والقذافي القاعدة، يعني وفي الأخير لا قاعدة، وقامت ثورة شعبية ونجحت الثورة ورحلوا وهم جالسين. يعني ألا تلاحظ أنه خطابك ما يعني قديم وقد استهلكوه يعني زعماء آخرون. ثانيا لدي أيضا سؤال هنا، البعض يأخذ عليك أن معظم الحاشية ومن يمسك المناصب هم أبنائك وأقاربك. طيب هلا أولاد الرئيس جزء من النظام وهم موظفين مع الدولة، مش موظف. كيف يعني ابن المسكين طيب من يوظفه؟ ابن المواطن العادي من يوظفه؟ يعني الذي يشتي يتوظف لازم يكون أبوه رئيس؟ لازم يكون أبوه مسؤول؟ يعني هؤلاء أبناء الشعب أليسوا متساويين؟ هذا له حق وهذا له حق. يعني كيف تشوف؟ هل هو من حقهم؟ حق الملك فلان أو ملك فلان عندما يأتي إلى السلطة يختار طاقمة. يا فخامة الرئيس، أنا والله ما أتريش أي شيء. يعني هل إحنا في دولة ملكية الآن أو في دولة جمهورية؟ أنت دائما في خطابك تقول نحن في دولة نظام وقانون، نحن دولة مؤسسات، نحن دولة كفاءات، وأنا تقول إن من حق أي ملك؟ كيف من حق أي ملك؟ أنا مسؤول عن أمن وسلامة البلاد، لازم أخرج البلد إلى شاطئ الأمان. يعني والأمان هذا لازم إنه يعني تكون أقاربك وكل أولادكم الموظفين ودائما في خطاباتك إن سوف نوصلكم إلى شاطئ. متى نوصل إلى الشاطئ هذا؟ أنا خايف أنا خامة الأخ رئيس إن إحنا في المحيط الهادي ومدري فنقد وإحنا ولا وصلنا لعند ليش ما بلا اليمن بالذات هكذا؟ اليمن قنبلة موجودة 33 سنة والإنجازات وهذا تحقق وطلعت في الآخر وأن اليمن قنبلة موجودة. يعني هذا هو الإنجاز الذي في التلفاز، هذا هو المنجز. رجعت اليمن في الأخير قنبلة موقوتة. يعني وأنت زعلان أن هؤلاء خرجوا الملايين، هؤلاء خرجوا عشان ما تنفجر القنبلة هذا، يعني تركوها قبل ما تنفجر هذا القنبلة. ليش ما بلا فقد مجتمعنا هذا؟ مش مدني، مجتمع قبلي، وكل واحد ينحد إلى قريته وإلى قبيلته، وكل واحد ينحد إلى وتصبح حرب أهلية طاحنة. أنا تلاحظ يا فخامة الأخ الرئيس وكثير من المراقبين يعني يتكلمون عن هذا الموضوع، إنه يعني الحرب الأهلية هذا فقط أنتم من تتكلمون به، أنت ومن حولك حرب أهلية على ما أن الشعب ما لا بيتكلم عنها حرب أهلية ولا عن ما بالعكس. يعني تلاحظ أن المواطنين الآن بيحاولوا إنه يعني ما يتجنبوا أي احتكاك يعني مسلح. يعني منين الخوف بالحرب الأهلية؟ إحنا يعني شعب قبلي متعصب. فخامة الأخ الرئيس، يعني ما تلاحظش إنه معظم خطاباتك يعني تشير إلى الشعب اليمني؟ يوم تقول متخلف، يوم متعصب، ولا تقول غير مدنيا. أتلاحظ أن اليمن هي منبع الحضارات، كل أصل العرب من اليمن. كيف تقول عليهم متعصبين متخلفين ولا قنبلة؟ يعني عندنا إرهاب دائما في كل خطاباتها. يعني بعض الشعوب الأخرى مثلا خرجوا بالسلاح من أجل يغيروا النظام. نحن تركنا السلاح مع وجود السلاح، تركنا السلاح
وخرجوا بصدور عارية، قبائل مدنيين متحضرين خرجوا بصدور عارية، دليل أنهم متمدنين وحضاريين لا يريدون عنف. وبخصوص العنف يعني مثلا الآن العنف يكون من طرف واحد، ومن طرفكم أنتم، من طرف الأجهزة الأمنية. من يقتل الناس؟ هل المتظاهرين يقتلوا أحد؟ لا أحد يقتل أحد. من قتل الناس في عدن؟ من قتل الناس في الحديدة وفي إب؟ من قتل الناس في صنعاء؟ والمجزرة الأخيرة مثلا هذه المدبرة الذي في أبين، على ذكر صنعاء الذي صورتها جميع وسائل الإعلام. من قتل الناس في صنعاء في جمعة الكرام؟ ما حصل يوم الجمعة احنا ندينه ونشجبه وغير راضين عنه. ومن حسن الحظ انه الشرطة غير ضالعة، الأمن غير ضالع، الجيش غير ضالع، أصحاب المؤتمر الشعبي العام أو كوادر المؤتمر غير ضالع. كيف لحسن الحظ؟ أنا ما فهمت أنا منك. يعني لا قوة الشرطة ولا أعضاء المؤتمر الشعبي العام ولا السلطة. طيب من قتلهم؟ من قتل هذا أكثر من 50 يعني شهيد؟ من قتلهم؟ إذا كان على ما إن يعني الصورة اللي وردت وعرضت في الفضائيات كان متضح أن الشرطة كانت موجودة، وأنت قلت أنهم سوف يحموا على المتظاهرين. بالعكس كانوا بخراطيم المياه وبالغازات يساعدوا القناصة. يعني كيف نفهم كلامك؟ يعني من قتلهم؟ هذه حصلت بينهم وبين المواطنين السكان. والله ينسكر ويندركس من يا فخامة الرئيس. المشكلة أن البعض يقول إنك ما زلت تتعامل مع الشعب هذا زي ما توليت السلطة، يعني في عهد السبعينات، مع أن الآن الطفل الصغير قد يمكن يضحك من هذا التبرير. يعني السكان، يعني فخامة الأخ الرئيس، الآن سكان الحي رفعوا قضية ضده، يقول لك أنت بتحرض الآن ضد المتظاهرين ضدهم، تحملهم دماء الناس. يعني هل من المعقول حتى ولو مثلا افترضنا أنه ازعجهم هل يحل دمه؟ دائما وأنت تعرف أن اليمني كريم، يعني حتى ولو يعني يكرمك وانت داخل البيت، ما بالك هل يؤذيك وانت في الشارع؟ لا، اليمني لن يؤذي أحد، لن يؤذي الناس في الشارع أبدا، ولن يعني تصل إلى حتى القتل. ثانيا إذا كان هو السكان ما يعني كان المبرر هذا أي يقنع حلفائك وأقاربك وحزبك. أنا ليش الاستقالة هذا والهزة الذي خرج هزة في حزبك، خرج كل أعضاء الشرفاء من حزبه. اهتزوا كثير من الناس، مش علي محسن ولا صدق الأحمر، اهتزوا كثير من الناس، اهتزوا وركبوا الموجة، وحتى سفراء وحتى مسؤولين وزراء ركبوا الموجة واهتزوا كثير من الناس. والله هذا ما عادش هزة فخامة الرئيس كذي زلزال. هذا كيف هزة هذا؟ يعني الآن الحزب والوزراء والوكلاء والجيش والاستقالوا كل الشرفاء الآن استقالوا. يعني من عاد بقي معك يجمعهم أبو 2000؟ يعني كل الناس الآن والمثقفين والمتعلمين والذي عندهم ذرة ضمير الآن بعد المجازر هذا استقالوا. ايش عملتوا أنتم؟ دعينا جمعة التسامح أمس في الخطابي، جمعة التسامح، نتسامح عن كل الماضي حاضرين. يعني ما عرفناش كيف يعني القتل الآن من المواطنين ولا البلطجة على المواطنين والشعب هو الذي فقير وهو يعني البطالة عنده. يعني من يسامح من؟ يعني كيف تسامحهم أنت؟ المفروض هم يسامحوا. يعني الآن يعني لو ما فيش أي حاجة وما فيش مجازر ولا في أي شيء، ليش هذا الحراسة المشددة عليك وعلى بيتك؟ سكني مثل سكن أي مواطن محروس أي مواطن عادي. يعني أفهم منك الآن يا فخامة الرئيس أنه باب كل بيت مواطن الآن دبابة حارسة. عموما الوقت لدي خلص، وأريد أن نلخص في الأخير. أن أرى أن الشعب قد قرر مطلبه وهو رحيلك يا فخامة الرئيس، وهو يريد التغيير. يعني الآن لن يرجع إلا وقد تحقق مطلبه.